السلام وعقبها علمنا يزيد، حيث السلام أول مفاتيح الإعلام. سلام يا شمعة الحق والدين، يا قلعة السنة مقابيس الإعلام. دليت والغاوين بين العناوين، على عيون النور للدين خدام، تفتون فيما دل شرعا بتبيين، من سنة الهادي أدلة للأحكام. دون الكتاب وكلمة الحق حامين، ودون الرسول وصحبته نار نعرام. بسطت والموضوع من غير تخمين، قربت ووجاه النظر بين الأنام. من بادر بتحريف ولا عمل شيء، قلت خطأ هذا محرم بالأحكام. واللي تطرق في شرف أشرف اثنين، قمت بردعه وانتهى زيف الأوهام. أوفيت والأحكام حسب القوانين، فيما يعز الدين ويذل الأخصام. يجزاكم الله خير يوم الموازين، ترجح بأعمال الصحابة والإكرام. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوة وأخوات، حياكم الله. طيب، ما زلنا في رد سلسلة أكاذيب الرافضة الإمامية الاثنى عشرية في برنامج البرلينغو. طبعا مشكلتهم المنتديات. يجيك الرافض يقول أنا لا أخذ من المنتديات، بل دين كل من المنتديات. يأخذ من المنتديات ويجهلون أيضا، ومن كتبهم يكذبون ولا يستحون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن يعني نستمع لأخونا دايم مع الرافضي أبو زيد العراقي الذي يكذب كذبات كثيرة كلها منتديات جوجل ناس خلص. استشهد برواية، سوف أسمعكم برواية أخونا دايم التي استشهد بها، ومن ثم أذهب إلى مقطع أبو زيد وهو يقول أن الرواية ضعيفة وضعفها الشهيد الأول. نستمع إلى الكلام جيدا وركزوا معي لكي تعلمون دينهم من المنتديات. أنت تريد الرواية الآن، راح أعطيك روايات من كتبك تقول بذلك. دعك من الباب، الرواية كما تقول وتؤيد الباب اللي ردنا. راح أعطيك تصريح الحديث، الحديث صحيح عن علاء بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته. فهل من أخلاق النبي أن يحرم أحدا وأقصيه أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا، وأيما كافر قربته أو حقوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تصفونه للكافر كأنه يقرب الكفار، وليس كان أهلا لها فاجعل ذلك عليه عذابا وبالا. بحار الأنوار المجلد 101 صفحة 290. راح أعطي تصحيح الرواية ما ندخل في المسألة الضعيف والصحيح. التصحيح أنت أول شيء جيب لي تضعيف الحديث، أول شيء جيب لي تضعيف الحديث قبل تضعيف الرواية، قبل أن تقول أعطيني التصحيح. أنا بعدها أتي بتصحيح الحديث. تفضل أنت الآن، مطلوب منك كمحاور نزلت رواية وثقتها، لا أنت الآن كمحاور قلت كذاب لا والله عندنا فلان ضعيف وفلان ضعيف، ولا راح أجيب لك. طيب، كما استمعنا نزل رواية بالسند ويقول أعطيني تضعيف الحديث. أبو زيد العراقي الآن يرد عليه. استمعوا كيف يضعف الحديث. جوجل سريع سريع استمعوا. هذه مشكلة جوجل عند الروافض. حياك الله حبيبي دائم، حياك الله. هسه راح أعطيك التضعيف. الشهيد الأول في كتابه ذكر الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع صفحة 34 ايش علق على هذا الحديث؟ قال: وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. لم يثبت. نشوف في الرجال. استمعوا عندما قال الشهيد الأول علق على هذا الحديث. ركزوا في القول هذا. حياك الله حبيبي دائم، حياك الله. هسه راح أعطيك التضعيف. الشهيد الأول في كتابه ذكر الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع صفحة 34 ايش علق على هذا الحديث؟ قال: وهذا الحديث لم يثبت عندنا
مع منافاته للقواعد العقلية لم يثبت عندنا. منو هذا؟ الشهيد الأول. طيب محمد باقر الطهبوتي من علق على الحديث بالبحار قال اسمع، قال انه مما اشاعه السنة ليشتروا على اصحابهم. بعدين رواية في مقام الفرض حسب كلام الطهبوتي. اذا الرواية بالاساس ضعيفة، فالمفروض ما تحتج بالضعيف يا حبيبي الغالي. أنا أقول كذب هذا الرافضي، يقول عندما علق الشهيد الأول علق على هذا الحديث أن الحديث هذا ضعيف وعلق عليه، لكن أقول هذا كذب لأنه من المنتديات، فطبعا يرمون بشيء، فالرافضة طبعا دينهم جوجل. لكن قبل أن أبين كذبه من كتبه لكي تعلمون هؤلاء لا يفقهون شيئا حتى في كتبهم، في كتاب نبين الكذب عند الرافضة أنه دين. في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لأبو القاسم الخوئي في صفحة رقم 447 سؤال رقم 1245 يقول: هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ الخوئي: إذا توقف رد باطله عليه جاز. لذلك هم يكذبون على أهل السنة وغير أهل السنة والجماعة. طيب نذهب إلى كتاب اللي ذكروا ذكر الشيعة في أحكام الشريعة لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول. في الجزء الرابع هو ماذا قال؟ يقول أن الشهيد الأول علق على هذا الحديث. طيب لنرى على أي حديث علق عليه الشهيد الأول. في كتاب نرجع لنفس الكتاب يعني اللي قبل قليل ذكرته، ذكر الشيعة في أحكام الشريعة لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول في الجزء الرابع في صفحة مؤسسة طبعة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في صفحة رقم 33 و34. استمعوا يا أخوتي ويا أخواتي. يقول الآن يتكلم على مسألة النسيان، يتكلم على مسألة النسيان. لاحظ يقول: وقال أكثر العامة تصح الصلاة مطلقا لما رووه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا 5 فلما أخبرناه انتفل فسجد سجدتين ثم سلم وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. ماذا قال الشهيد الأول؟ يتكلم في حديث قال: وقال أكثر العامة تصح الصلاة مطلقا لما رووه عن ابن مسعود، إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الشهيد ماذا قال الشهيد الأول؟ قال: وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. وهذا في الجزء الرابع في ذكر الشيعة في أحكام الشريعة في الجزء الرابع في صفحة رقم 33 إلى 34. وهذا كذب من الرافضي. يقول أن الشهيد الأول علق على الحديث اللي استشهد فيه أخوي دائم حفظه الله في مسألة الحديث اللي استشهد فيه في البحار، ألا وهو عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا، وأيما كافرا قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا وبالا. هذا الحديث اللي استشهد فيه أخوي دائم حفظه الله. والرافض يقول الشهيد الأول علق على هذا الحديث بقوله: وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. وأقول له: أنت كذبت ومن كتبك. فالشهيد الأول لم يعلق على هذا الحديث، علق على حديث في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسى وسجد سجدة السهو، وعندما قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا كما ذكرت في الجزء الرابع صفحة 33 إلى 34. فهذه كذبة قوية جدا في كتب الرافضة.
وهنا نقطة مهمة ذكر البهبودي، والبهبودي يضربون به الرافضة، يضربون به يقولون هذا ليس عالم وإلى آخره، والآن يستشهد بالبهبودي والكتاب ليس عنده. ويعني وكما بين أخوي حفظه الله دايب يعني في ردي على القول هذا، الله المستعان. نستمع إلى القول الآخر يا أخوان، استمعوا. بحار الأنوار أو قبل روح للصفحة، راح أعطيك هدية تفيدك إن شاء الله. هاي الهدية أعطيك إياها مقدمة من الإمام السيوطي. الإمام السيوطي شو يقول؟ يقول لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن. كتاب الحاوي الفتاوي الجزء الأول صفحة 386، ومستعد أصور لك هذا الكلام. يعني السند صحيح، مو بالضرورة يكون المتن صحيح. طيب هو استشهد يعني قبل يعني يا اخوان عشان تصل لكم الفكرة، هو استشهد بهذا القول لأنه يريد أن يقول نفس الحكاية اللي عندكم يا سنة هو عندنا. أنا أقول له بل تجهل يا أيها الرافضي في كتب أهل السنة والجماعة. يقول في كتاب الحاوي، طيب نقرأ سويا يا أخوان، استمعوا. في كتاب الحاوي للفتاوى لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، في الجزء الأول في صفحة رقم 462 يقول الجواب، بعد ما استشهد في حديث كذا يقول الجواب: هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة، وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن، فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث، لاحتمال أن يصح السند ويكون في المتن شذوذا أو علة تمنع صحته، وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن تأويله إلى آخر الكلام هذا عند أهل السنة والجماعة عندما قال كما تقرر في علوم الحديث. ترى الكلام هذا ليس للسيوط اللي قال يا جاهل، هذا الكلام قالها ابن صلاح المتوفى سنة 643 في كتابه بما يسمى مقدمة ابن صلاح أو علوم الحديث وغيرها يعني وقبله، فليس السيوط اللي أتى بهذا الكلام. وهذا قاعد عند أهل السنة والجماعة. نعم إذا صح الإسناد لا يلزم أن يكون المتن صحيح. تعلم إذا صح الإسناد يتوفر فيه 3 شروط، أما الشرطين الآخرين اللي يتعلق في المتن قد يكون منكرا أو قد يكون المتن منكر أو قد يكون شاذا، وهذا يعني يكون مخالفا لما ورد مثلا في كتب أهل السنة والجماعة بالصحيح. فهذه مسألة يعني متعارف عندهم وتسالم عند أهل السنة والجماعة. الآن هذه قاعدة بسيطة عند أهل السنة والجماعة، نذهب لنرى هو الآن يريد يربط هذه من كتبه. نستمع الآن. راح تقول لي ضعفها الذهبي مثل ذكر الشيخ الجعفر لما راح تقولهم 3 صحة السند لا يعني صحة المتن. بالمناسبة صحة السند لا يعني صحة المتن ذكر الشيخ الجعفر الشيخ أبو جعفر السبحاني في كتاب كليات في علم الأصول صفحة 263. وأنت أيضا أنت أكبر كليات عندنا هذه القاعدة صح. أولا قوله أن صحة السند لا يعني صحة المتن عندنا وعندهم، أنا أقول له كذبت يا أيها الرافضي. هذا أولا. ثانيا من علماء الشيعة المتقدمين قال بهذا؟ جعفر السبحاني من المعاصرين. من العلماء المتقدمين قال بهذا القول؟ أعطينا من. ثالثا يقول جعفر السبحاني في كتاب كليات في علم الأصول. أنا لم أسمع بكتاب اسمه كليات علم الأصول لجعفر السبحاني، أنا ما أدري من أين جبت هذا الكتاب. اللي نعلمه اسم الكتاب كليات في علم الرجال، كليات في علم الرجال لجعفر السبحاني، وليس كتاب كليات في علم الأصول. أنا ما أدري من أين أتى بهذا الكتاب، يمكن كتاب جديد لا نعلم يوضحها لنا. فهذه مسألة. يقول لصحة الله نقول له بل هذا من يعني كما قلت قبل قليل أتينا يعني أن يأتون لنا الروافض من العلماء المتقدمين من قال بهذا القول، أتحداهم لم يأتوا. طب نستمع نأخذ فرة بسيطة وجولة بسيطة في قواعد علم الحديث عند الرافضة قليلا. تأليف السند، لماذا ألفوا السند لماذا ألفوه؟ كله بس لكي
لأن أهل السنة والجماعة قديما كانوا يعيرونهم أن ما عندكم أحاديث معنعنة، فلذلك لطخوا بالأسانيد. مو قولي قول الحرة العاملي. ماذا قال الحرة العاملي في كتاب وسائل الشيعة في الجزء 30 في صفحة رقم 258؟ يقول 258، أيوة، يقول: والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. حر العاملي يقول ليش أصلا ألفوا الأسانيد هذه؟ لأن العامة يقصد أهل السنة كانوا يعيرونهم أحاديثكم غير معنعنة، حتى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة وغيره من أهل العلم، فبدأوا يألفون الأسانيد. فهذا الحر العاملي عندما قال: والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة يقصدون أهل السنة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. هذه المسألة الأولى. طيب، قواعد علم الحديث يا أخوان، تعريف علم الحديث، الثقة والحديث المعلل عند الرافضة ترى كله طبق الأصل تقريبا عند كتب أهل السنة، ومسروقة من كتاب مقدمة ابن صلاح بما يسمى علوم الحديث. مثال هذه القواعد: حديث ثقة، أقصد حديث موثق وإلى آخره، وصحيح وضعيف وموثق ومن هذه الأمور، من أين أتوا بها؟ أخذوها سرقوا من كتب السنة. الحر العاملي في نفس الكتاب وسائل الشيعة في الجزء 30 صفحة 259 يقول أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره. وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة. يلا أنتم تقسيمات الأحاديث صحيح وضعيف سرقتوها من كتب السنة. أنا ما قلت هذا الحر العاملي، كذبوه. يلا هذا رئيس الطائفة، محدث الطائفة. أيضا في صفحة 260 في نفس الكتاب ماذا قال؟ يقول الحر العاملي في وسائل الشيعة، يقول بما يسمى خاتمة الوسائل، يقول: بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها. يتكلم الآن عند الشيعة، هو الآن قاعد يرد على الذين ألفوا مصطلحات يعني ما عندهم علم حديث ترى، لكن عندما ألفوا يحاولون يدفعون تعيير أهل السنة والجماعة لهم، فقاموا يردون علماء الإخبارية على هؤلاء. يقول: بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، يعني يتكلم في دينهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. يلا أنتم توثقون الكفار واللي مفاسدين المذاهب وغيره. يلا هذا كلام حر العاملي. أيضا سأكتفي بآخر مصدر في هذه النقطة في كتاب لؤلؤ البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث ليوسف البحراني في صفحة رقم 45. الآن هم قاعدين ينتقدون اللي يقول لك هذا ضعيف وهذا صحيح. هؤلاء علماء الإخبارية قام عليهم دين الشيعة. نستمع. يقول: والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها. ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا مكابر. يلا يقول إذا هذا خلاص يعني ناخذ يعني تحصيل دين غير هذا الدين، يعني ما دام في أمور صحيح وضعيف إذا نسوي لنا دين جديد.
أو نأخذ بأخبار زي ما كان علماءهم المتقدمين يأخذون بالأخبار، لا ضعيف ولا صحيح ولا خرابيط. هؤلاء بس رد بسيط وكثير جدا. طيب نستمع إلى آخر نقطة في قوله. طيب الآن لنستمع إلى كذبة يعني أخيرة وسوف أكتفي بها على الإمام الذهبي رحمه الله، بل وينقل بجهل ويبتر في الكلام. نستمع. لما خرج من عندي قيل له ما قال علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب. قال شوف الشاهد الذهبي أقرأ كتابه. هذا حديث منكر كأنه موضوع. طيب شنو سبب الإنكار؟ حديث سند صحيح. ليش منكر مولانا الذهبي؟ منكر يقول لعله. شوفوا شلون ذكر النكد على لعله. واحد من الروافض دخل على ابن عدي، وابن عدي أعمى وكتبه بنفس خطه ونزله بدفتره، يعني ضعفوا الحديث لعله. هسه احنا من ضعفوا علماء الحديث لانه يخالف الثوابت، مسألة دينية، لكن الذهبي ضعفوا الحديث. احتمال واحد شيعي هذا النجم دخل البيت ابن عدي واخذ دفتره وكتب نفس الخط ومشى عليهم، ضعفوا الحديث واعتبره منكرا بلعله. الموجودين يحكمون وحياكم الله. تفضل حبيبي الغالي. طيب ونستمع الآن إلى قوله وهو يقول أن الذهبي وثق ابن لهيعة. نستمع يا أخوان ويا أخوات. جميل إن شاء الله. كتاب الشيخ الكافي الكليني، العفو كتاب الكافي للشيخ الكليني أول ما بدأ بكتاب العقل. حياك الله حبيبي الغالي. تريد توثيق السند، أنت قريت اللي نزلته أنا؟ هو الذهبي يقول السند صحيح ما عندي إشكال فيه، بس يقول يمكن واحد دخل على ابن عدي كتب الحديث. واحد دخل على ابن عدي وكتب هذا الحديث. الذهبي ما اعترض على السند نهائيا ولا جاب طار السند، ومع ذلك انا بخدمتك ابن حطان تعفن. سبب التضعيف ابن لهيعة هسه انت تقول اتحداك قدام الموجودين. هاي الصفحتين صوريتني لك تثبت لي بان الذهبي قال عنه منكر بسبب ابن لهيعة قدام الموجودين كلهم. والحين تريد اصور لك اصور لك. اتفضل. يقول سبب التضعيف لعله ادخل على كامل لانه الشيخ محلي وصدق، لعل بعض الرافضة ادخله في كتابه ولم يتفطنه. هذا سبب التضعيف. هذا ما قاله نصا يا ولد الذهبي. انا شريت من عنده تثبت لي بان سبب التضعيف هو ابن لهيعة. ابن لهيعة خلنا نقرأ لك ترجمة الذهبي. خلنا نقرأ لك ترجمته. يقول القاضي الإمام العلامة محدث ديار مصر مع الليث أبو عبد الرحمن الحضرمي الأعجودي الغافق المصري، وقال يكنى أبا النظر، ولد سنة 5 أو 96، وطلب العلم في صباح ولقي الكبار بمصر والحرمين. القاضي الإمام العلامة. هذا التوثيق ابن لهيعة اللي طلبته. القاضي الإمام العلامة محدث الديار إلى آخر الكلام. الآن أنت تقول. طيب أنا أقول هذا الرافضي أولا كذب وثانيا جهل ودلس على الجميع ويريد أن يوهم على الجميع. يقول أن الذهبي يعني نصا قال بأن يعني سبب التضعيف أن الرافض أدخلوا في الكتاب وكذا، وجايب من عنده تأويلات على كيف ويقول نصا قال كذا. هذا سبب التضعيف عند الذهبي لهذا الحديث. ويقول أن الذهبي وثقه وهذا كذب، بل يقول نصا. لنستمع يعني يعني قبل كل شيء بل بتر الكلام لأن الأئمة ضعفوه في هذه الترجمة. سوف أورد له كلام الذهبي في هل ضعفه ولا لا لنرى. في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 طبعت مؤسسة الرسالة في الجزء الثامن من صفحة 11 إلى 31. نرجع إلى الكلام اللي قاله. يعني الترجمة طويلة ولكن بتر الترجمة يا أخواني ويا أخواتي. طيب يقول يعني عندما ذكر حديث قال علمني 1000 باب كل باب يفتح 1000 باب، هذا حديث منكر كأنه موضوع. ثم بعدها بصفحة
بصفحة يقول: فأما قول أبي أحمد بن عدي في الحديث الماضي: علمني 1000 باب يفتح كل باب 1000 باب، فلعل البلاء فيه من أبي لهيعة فإنه مفرط في التشيع. فالكلام هذا يا رافضي قبل قليل يقول فلعل، فيأتي الرافضي يقول هذا كلام الذهبي. لا، ليس كلام الذهبي، هذا كلام ابن عدي. فحاول لا تخلط بجهلك يا أيها الرافض. فأقول: فأما قول أبي أحمد بن عدي في الحديث الماضي: علمني 1000 باب يفتح كل باب 1000 باب، فلعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه مفرط في التشيع. ثم يقول: فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة، بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع. يعني الوضع هذا أقصى درجات القصف على قولهم، يعني الذي يضع الأحاديث ويكذب متعمدا. يقول: ولا الرجل متهم بالوضع، بل لعله أدخله على كامل فإنه شيخ محله الصدق، لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه ولم يتفطنه، فالله أعلم. كما هو متبادر عند أهل السنة والجماعة في أحاديث كتب أهل السنة والجماعة، الرافضة يدسون أحاديث، يكتبون ويدسون أحاديث في كتب أهل السنة والجماعة، وكثيرة جدا أهل السنة والجماعة بيّنوا هذه الأحاديث من أكاذيب الرافضة. فيعني هذا أمر متعارف عليه عند أهل السنة والجماعة. هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني، عندما أتى بترجمته يقول: القاضي الإمام العلامة محدث ديار مصر مع الليث. سؤال لك يا أيها الرافضي: هل قول الذهبي هذا يعتبر توثيقا؟ أنا أتحدى إن أتى بقول الذهبي أنه يقصد بهذا توثيقا، فهذا تدليس وكذب على الأخوة والأخوات. بل هذا يعني لا يعد توثيقا، بل هو علامة بعلمي وإلى آخره، ولكنه ضعيف الحديث. كثير من كتب الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تجدون العلامة القاضي هذا لا يعد توثيقا، وفي الأخير هو ضعيف الحديث. لكي تعلم تدليسك وكذبك، وأيضا بتر في الكلام. طيب نشوف كلام الذهبي، نأخذ هل ابن لهيعة ضعيف عند الذهبي ولا لا؟ لنرى سريعا. في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، طبعة دار الحديث، في الجزء الأول طبعة الناشر دار الحديث طبعة 1427، الجزء الأول صفحة 154. اسمع ماذا قال يعني عندما ذكر حديث قال: حتى أتاه جبريل عليه السلام قال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ابن لهيعة ضعيف. هذا من اللي قالها الذهبي في الإسناد. قال يعني بداية الساق قال: ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس قال: لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا كاد يقع في نفسه منه، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ابن لهيعة ضعيف. هذا الذهبي يقول ضعيف، وأنت تقول عند الذهبي ثقة. هذا يدل على كذبك. نأخذ مصدر آخر في نفس الكتاب سير أعلام النبلاء طبعة دار الحديث للإمام الذهبي رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 285 يقول: ذكر حديث يعني سند وقال: زيد بن أبي الزرقاء عن أبي لهيعة عن عمار إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس. الذهبي ماذا قال؟ تفرد به ابن لهيعة وضعفه معروف. تفرد به ابن لهيعة وضعفه معروف. هذا كلام الذهبي. فلماذا تكذب على الإمام الذهبي رحمه الله؟ أيضا في نفس الكتاب سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث، في نفس الكتاب في سير أعلام النبلاء إلى الآن أنا في نفس الكتاب لكي أعلم هذا الرافض الكذب. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة في الجزء الثالث صفحة 86 ذكر حديث من ضمن الحديث في السند ابن لهيعة قال: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن واهب عن عبد الله، إلى أن يقول: فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. ابن لهيعة ضعيف الحديث. ابن لهيعة ضعيف الحديث، وهذا خبر منكر، إلى آخر الكلام. أيضا في نفس الكتاب في السير في الجزء العاشر صفحة 586 لحظة بس يا أخوان، لحظة.
وفي نفس الكتاب أعتذر في الجزء العاشر في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في الجزء العاشر صفحة 586 عندما قال قلت من كان في سعة علم سعيد فلا غرور أن ينفرد. ثم ابن لهيعة ضعيف الحديث فالنكارة منه جاءت. فأنت كيف أيها الرافضي تقول إن الإمام الذهبي رحمه الله وثقه؟ بل قبل الإمام الذهبي رحمه الله ضعفوا أهل العلم كابن معين وغيرهم تراجم كثيرة جدا، ولكن لكي لا أطيل سأخذ أيضا يعني بل ابن لهيعة يعني يؤخذ منه في الشواهد والمتابعات كما قال بأخوي دائم حفظه الله. من لقاء الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله الناشر دار الكتب العلمية في الطبعة الأولى في الجزء الأول صفحة 174 و 175 عندما قال ذكر ابن لهيعة الإمام الكبير قاضي الديار المصري وعالمه ومحدثه، ذكر كلام إلى أن يقول وذكر تراجم أهل العلم أن وقال يحيى بن القطان وجماعة ضعيف وقال ابن معيس ليس بذلك قوي وسال إلى أن يصل في آخر الكلام يقول قلت يروي حديثه في المتابعات ولا يحتج به. يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به. هذا كلام الإمام الذهبي، هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. أيضا في نفس الكتاب أنا ما أذهب بعيد، نفس الكتاب ميزان الاعتداد للإمام الذهبي طبع الدار المعرفة في الجزء الأول صفحة 194 قال ابن لهيعة وهو ضعيف عن ابن نافر وإلى آخر الكلام وتراجمه كثيرة عند أهل السنة والنسائي ضعفه وغيره من أهل العلم كثير جدا، ولكن أنا حبيت آتيه من كلام للإمام الذهبي رحمه الله لأنه كذب عليه وكذب على أهل السنة والجماعة. بل قبل الإمام الذهبي رحمه الله ابن عدي وغيرهم ضعفوا وذكر يعني أهل العلم والنسائي وغيرهم في هذا الأمر. أنا أكتفي إلى هنا. يعني أيضا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الملقب بأبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ذكر أيضا ترجمته يعني وذكر أقوال أهل العلم وغيره من كتب أهل السنة والجماعة في ضعف هذا الرجل. فهذا ما عندي والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن حبيت أبين أن هذا الشخص ومن على شاكلته يكذبون كثيرا ولا يستحون من الله تعالى، فكذبهم كشربة ماء. فطبعا كل هذه الأكاذيب يأتون بها من المنتديات ويلقونها فقط، فالله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام يطول لكن أنا حبيت أختصر قدر المستطاع لأن الترجمة كثيرة جدا لأهل العلم رحمهم الله، ولكن أكتفي. لكن ليس للذهبي اللي ضعف، قبل الإمام الذهبي رحمه الله بمئات السنين ضعفوه أهل العلم. فيأتي هذا المتطفل الجاهل بجاهل ويقحم بجاهل على كتب أهل السنة والجماعة ويقول أن الذهبي ضعف، يعني يظن أن الذهب هو الوحيد والبقية، فالله المستعان. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.